السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم حلوة الهليلات او الاساور. هاد الحلوة بزاف بنينة، اقتصادية وراقية في نفس الوقت، تقطع لكم كمية ما شاء الله. نقول لكم ما تراتوش الوصفة تاع اليوم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي جيم، والا كنتي حبيبتي اول مرة تشوفي القناة ما تنساوش تشتركي وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصل كل ما هو جديد. نروحوا للوصفة على بركة الله. بسم الله. واش نحتاجو 250 غرام من المارغرين، نحتاجو رشة من الملح، بغرفة صغيرة من لافاني، ونحتاجو زوج حبات تاع البيض يكونوا كاملين، وراح نضيفو عليهم صفار بيضة. هنايا اللي تحب تستعمل الزيت في بلاصة الدهان تقدر تستعمل الزيت في بلاصة الدهان، دير كاس من الزيت وما ديرش الدهان. راح نضيفو عليهم كاس من السكر كلاصي، دائما سكر كلاصي غير بلو، شوفوا لي الحبيبات اللي يبقاو فيه هكا باش الحلوة تاعكم تجيكم خفيفة بالبزاف. انا هنايا استعملت الباتور باش خلطت المكونات ديالي مليح، وباش الحلوة نتاعي تجي خفيفة بالبزاف. وخاصة انتم الا درتوا الزيت لازم تضربوا في هذه المرحلة مليح مليح بالباتور باش الخليط يولي متجانس. انا هنايا استعملت الباتور كما راكم تشوفوا، قعدت نضرب في الخليط ديالي حتى الحجم ديالو شوية ضعف ولا اللون ديالو مختلف شوية ابيض. وهنايا نروحو نضيفو المكونات الباقيين. راح نضيفو زوج مغرفات كبار تاع المكسرات. انا هنا استعملت قوقاو محمر وملحي. نتوما تحبوا تستعملوا اللوز، تحبوا تستعملوا نواه كوكو، كل واحد يستعمل الحاجه اللي تكون عنده. وضفت هنا كاس تاع مايزينا اللي هي النشاء، وضفت مغرفه صغيره من خميره الحلويات. وراح نخلط المكونات مليح مع بعضياتهم، ونبدا نضيفو الفرينه بالتدريج حتى الخليط ديالنا يولي متماسك، يعني حتى العجينة تاعنا تنطم منا. دائما نوصيكم الفرينة ضيفوا غير بالتدريج، باسكو الا قصحتوا العجينة تاعكم الحلوة تاعكم راح تجيكم يابسة وما راحش تجيكم بنينة. لازم يعني العجينة تاعكم تخلوها شوية طرية، وتانيك ما تخلوهاش طرية بزاف، يعني الا خليتوها طرية بزاف بعد ما راح تشكلوا هذوك الهليلات، راح الهليلات يهبطوا لكم في الفرن بعد ما طيبوهم. مي الا درتو العجينه القوام ديالها هذاك هو، ما هي قاصحه بزاف ما هي طريه كما راكم تشوفوا هنايا في الصوره، راح الشكل تاع الهليلات والاساور يقعدوا لكم هما. انايا بعد ما طميت العجينه نتاعي شكلتها هنا كريات صغار، الحجم ديالهم متوسط. اللي تحب الهليلات ديالها كبار بزاف تكبر الكريات، واللي تحب الهليلات ديالها متوسطين دير الحجم تاع الكريات تاعها متوسطين. انا هنا كنت سيت كريه وشكلتها هلال، بعد ما جاني هذاك الهلال هذاك هو بقيت نتبع، درت كامل هذوك الكريات قد الكريه الاولى اللي شكلتها. أنا شكلتها هذيك العجينة كامل شكلتها كريات، ومن بعد رحت نشكل الهليلات. طريقة تاع الهليلات جد بسيطة. هنايا نحلو العجينة نتاعنا في الوسط نخلوها شوية أغليظة، وفي الأطراف نخلوها نرققوها يعني باش يجي الشكل ديالها كيما تاع تشارك. ودرت هذاك استعملت هذيك المطاية تاع القرعة باش الشكل تاع الهليلات يجيوني كامل تقريبا قد ويجي الشكل ديالهم شباب. هنايا هذا هو الشكل تاع الهليلات بعد ما حضرته. هنا درت سنيوة تاع الهليلات، ومن بعد رحت شكلت السنيوة الاخرى من الاساور. راح نشارك معكم كيفاش شكلت الاساور غير بالايدي ديالي بلا ما بلا مول بلا حتى حاجه. هنايا حليت العجينه تاعي تانيك هكا الشكل دائري كما راك تشوفوا، حليتها. ومن بعد جبت هذاك البوشون وبقيت نعبر عليها نديرها في الوسط باش الشكل تاع الاساور تاعي يجيو كامل قد. في الاول كنت حابه نديرهم هليلات بالطبع، ومن بعد عاود قررت قلت لا لا نديرهم اساور هكا باش نخلفوا يعني خور شكل الهلال وعاود نزيد هلال لا لا هكا خير. هذا هما الشكل تاع الاساور، وقطعت لي كميه ما شاء الله يعني خرجت لي تقريبا 40 حبه هكاك. هنايا بعد ما طابوا لي شوفوا الشكل ديالهم جا ما شاء الله، ما ينتفخش بزاف وما يقعد كما نقولوا يصير الحجم ديالو غير شويه. وما تخافوهم لا يتكسروا لكم لا حتى حاجه، جاو بزاف شابين والله غير تاكلوهم هكا وما تشبعوش منهم. هنايا نروحوا نزينوهم. طريقة التزيين ديالهم تحبوا تمرمدوهم كامل في المربى وديرهم في يعني في نواد كوكو ولا في الكوفريت ولا في المكسرات، لكم الاختيار. انا هنايا قسمت نص جهة درتها في المربى، ودرتها في القوقاو محمر ومرحي بالقشور دياله، وجهة درتها في الشيكولا.
وانتم يبقى لكم الاختيار، كل وحده دير بالطريقه اللي تعجبها. انا هنايا في الاول كملتهم كامل بالمربى والقوقاو محمر ومرحي، ومن بعد ما كملت هاد الجهه رحت زينتها الجهه الاخرى بالشيكولا، هكا باش الخدمه تاعكم تكون نقيه وما تعذبكمش. وهنايا انا كنت استعملت الشيكولا اولي، انتم تحبوا تستعملوا شيكولا بيضاء، شيكولا سوداء، كل وحده تستعمل الشيكولا اللي تبغيها. كنت ذوبت الشيكولا، شوفوا كل 100 غرام تاع الشيكولا ضيفوا لها مغرفه تاع الزيت. واللي تستعمل شيكولا تاع دادا، شيكولا تاع دادا تجي ثقيله بالبزاف، تقدروا تضيفوا حل 100 غرام تاع الشيكولا حتى لزوج مغرفات كبار تاع الزيت، وما تخافوهاش يعني تقولوا تخسر ولا لا لا، بالعكس راح يولي القوام ديالها بزاف اشباب. وهنايا هذه هي الحلوة نتاعنا بعد ما كلاصيناها. ما شاء الله جات بزاف بنينة، هايلة، وتقطع لكم كمية ما شاء الله، وتوجد لكم بالخف. ان شاء الله الحلوة تاعنا تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليونا جيم، واذا كنتي حبيبتي اول مرة تشوفي القناة ما تنسايش تشتركي وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل ما هو جديد. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله. مع السلامة.